انا الكونتكست عندي بسميه باسم الفولدر باسم بتاعي. يعني احنا عندنا مثلا فارما بريدج، بسميه فارما بريدج، خليها اندرسكور حد بريدج هو دي بي. اسم الابلكيشن بتاعنا هيكون فارما بريدج ولا ايه؟ اتغير بعدين بقى الكلام ده، مش بعدين مش قصتنا يعني، فاهمة؟ اهم حاجة بس. بعدين ماشي. هو فولدر واحد هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه الدي بي كونتكست اللي احنا كلنا حافظينها. هو عبارة عن كلاس، هتسمي الكلاس ايه؟ طبعا الكلاس مش هسميه بنفس الفولدر، فعشان كده سميت الفولدر باندرسكور، هنا مش هسميه باندرسكور. فارما، هسميه فارما، بس فارما دي بي كونتكست، بس كالكيس بعد اذنك. بابليك، بابليك، ماشي. اول حاجة، ده المفروض اللي هو عشان يبدأ يفهم عندي الدنيا بيورث من ايه؟ بيورث من حاجة اسمها اي دنتيتي. غالبا كده المفروض نروح ننزل الباكج، صح؟ ولا هي بتنزل ولا ايه؟ الايدنتيتي دي كونتكست. الدليل على كده ان احنا ندوس هنا هنلاقي التلات باكجات اهو، بس كده. دي بي كونتكست اوبشن، دي بي كونتكست اوبشنز، حاجة من نوع الفارما دي بي كونتكست. الكلام ده طبعا اكيد انتوا قلنا قدام باشمهندس. تعالى نسميه اوبشنز، اوبشنز. ماشي، هننزل بده سطر كده. الايدنتيتي دي بي كونتكست، انت ممكن نبدا نشتغل كده بس يعني ماشي. تعالى عايزين نبدا نشتغل كده، نبدا نشتغل كده. تكتب اوفر رايد، هيبدا يجيب لك هنا الداتا. انت عايز اون موديل كرييتنج، قال لك البيز دوت اون موديل كرييتنج للموديل بيلدر دوت. تمام، باجي امسك البيلدر دوت ابلاي configuration from assembly type of form db context dot assembly. ده عشان احنا نعمل ملفات الكونفيجريشن لوحدها. اي ملف بقى يبدا يورث من الاي تايب كونفيجريشن يعني، يبدا بقى ان هو يجيب الاسمبلي ويعملهم، بدل ما انا اعمل بقى ايه دي بي 6 والكلام ده. بس انا محتاج اعمل ايه هنا في جدول؟ انا في تيبلز المفروض ان انا ابدا اعملها هنا. ماشي، اللي هي التيبلز بتاعت ايه؟ بتاعت اليوزر رول، الحاجات اللي في مكتبه الايدنتيتي بقى لو انتوا فاكرين. طب الحاجات دي هتسمع ازاي كتيبلز؟ بعملها هنا وخلاص، ما بحبش اعملها بره. طب بتعملها هنا بناء على ايه؟ ما انت هتحتاج الابلكيشن يوزر، بقول له والله الاي ايدنتيتي دي بي كونتكست ده ممكن يبقى جينيريك، ياخد مني ابلكيشن يوزر، وابعت له الاوبشنز. مش عارف الموضوع ده الباشمهندس عمله ولا لا، بس هي اتعملت كده عشان نبدا بقى نحط التيبلز، اللي هو عباره عن البيلدر دوت انتيتي من نوع. في بقى عندنا مكتبه في ايه؟ في ايدنتيتي رول، اظن يعني ايدنتيتي رول. ماشي كده، دوت تيبل، وهنسمي التيبل ده مثلا رولز. بس أنا ممكن اروح اجيبهم بس من مشروع تاني كده عشان ايه نخلص من المواضيع دي كده كلها، عشان ما تاخدش مننا وقت بس وننسى احنا جايين عشان ايه. ايه فكرة كده بولدر. يا عم، يا عم، بس انا هنا عملت ايه؟ انا الجداول دي عندي مش هعرف اكريتها. ماشي، مش ممكن نروح نكريتها هناك يعني، بس ايه كاريت هنا وخلاص. هي جدول الرول، جدول اليوزر رول، يوزر كليم، يوزر لوجن، رول كليمز، يوزر توكن. كل ده احنا مش هنستخدم منهم غير اول جدولين بس احنا بنخليهم عندنا تحسبا ان احنا لو بعد كام سنه يعني ان شاء الله الموضوع نجح، فاكيد هنستخدم الحاجات دي، اليوزر كليمز بقى والمواضيع دي كلها. طيب احنا كنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ان احنا نعمل امبلمنت للريبوزيتوري ريبورت. فاول حاجه عملنا دي بي كونتكست، ماشي، عشان برضه كده كده هتساعدنا في البتاع. اجي هنا اعمل فولدر اسمه implementation،
يا رب اكون ساعتها كاتبها صح يعني. implementation. مش implementations دي بترجع للحاجات اللي احنا نبدأ نعملها implement. جواها هيكون فولدر للريبو باترن. نبدأ نعمل implement للريبوزيتوري باترن. اعمل add class. أرجوك يلا. generic ريبو. طيب الجينيريك ريبو ده بكل بساطة public. ماشي. موضوع بسيط جدا. انا عايز الجينيريك ريبو ده ايه؟ يبدا يورث من اي جينيريك ريبو، صح كده؟ انا اصلا عامله عشان يورث من اي جينيريك ريبو. زعل الاي جينيريك اقف على الحاجه كده. اي جينيريك ريبو زعل ليه؟ بياخد منك والله الجدول والكي. طب يا عم انت بتاخد الجدول والكي، انا لو جيت هنا كده قمت عامل لك كده، يلا يا عم خد لك، انا ببعت لك جدول تي انتيتي وببعت لك معاه ايه؟ كي تي كي. طبعا هو اللي حصل ده حاجات غريبه وما نستجيبش منها يعني عادي، عشان هو مش عارف انت هتجيبها منين. ماشي. فانت بكل بساطه هنبدا ان احنا ارميها على غيري، ارميها على غيري. والله اللي ينده للجينيريك ريبو يا جماعه يعمل حسابه في تي انتيتي وتي كي معاه كده. ماشي. تي انتيتي تي انتيتي تي تي. هتلاقي في اتنين ايرورز هنا، الاتنين ايرورز دول مفهومين جدا. الاي جينيريك ريبو عامل ايرور ليه؟ عشان هو مش معمول له امبلمنتيشن. فيكس فورماتنج امبلمنت انترفيس. شكرا. طب الجينيريك ريبو زعلان ليه؟ او خايف من ايه؟ عشان الاي جينيريك ريبو رمى عليه الحمل. حمل ايه؟ حمل ان هو يبدا يتشيك على الكونسترينز دي. بص اهو إيه، تعالى اقرا الايرور. هو شارح نفسه تي انتيتي كانت بي يوز از بارامتر تي انتيتي ان جينيريك مش عارف ايه كذا، عشان انا عندي ان التي انتيتي لازم يكون عباره عن اي انتيتي وتبعت لي الكي. يا عم ده انا عمال الاثنين. تعالى ننزل كده. الوير الحلوه الجميله تي انتيتي هو عباره عن اي انتيتي. اما ارجوك ارجوك لازم نعمل يعني يوزنج كده، بعد كده نبعت له التي كي. بس هو كانش شايفها، عملت يوزنج للدومين كونتر اكس عشان يشوف. ادي دي الميثودز اللي عندنا بس بكل بساطه. والله انت عندنا في الاد المفروض اللي احنا بنعمل ايه؟ ماشي. انا محتاج عشان اعمل اد محتاج اول حاجه ايه؟ محتاج الكونتكست اللي انا هبدا اعمل عليه اد. في عامه حاجه بدل ما انت تعمل هنا، بدل ما تعمل هنا كونستراكتور، ما دام انت الكونستراكتور ده هتاخده وتعرف بيه فاريبل بره، تعالى هنا كده اعمل كده واكتب بقى الدي بي كونتكست بتاعتك. خلي الكونتكست بتاعتك كده اندرسكور ما دام انت تعرفها يعني. يوزنج الدي بي كونتكست خليها اندرسكور، بدايتها باندرسكور. تعالى هنا. والله الميثود دي المفروض ان هي بترجع لي ايه؟ اويت اول حاجه. اويت لي ايه؟ كونتكست دوت اد اسync. يلا دي شكرا، دي اول حاجه خلصت. بس استنى. كونتكست دوت اد اسync ديت، هل انت عملت تست للانتيتي؟ هل انت عرفت الانتيتي ديت اني انتيتي؟ او انت عامل دي بي ست؟ انت مش عامل دي بي ست صح؟ خلاص يبقى احنا نعمل دي بي ست. طيب تعمل دي بي ست، هل في كل فانكشن هتقعد تعمل دي بي ست؟ لا. يبقى احنا نلغي الموضوع دوت، عشان انا عايز اعمل حاجه حلوه قوي توفر علينا وقت ومجهود. هعمل كنترولر، هعمل هنا برايفت ريد اونلي فارمو. طبعا مش كونتكست، كونتكست كده كده هاخدها. هعمل بقى حاجه من نوع دي بي ست تكون جينيريك. بص بقى الحركه دي جميله جدا. انا عايز دي بي ست تكون جينيريك بتاخد تي انتيتي مني. بكل بساطه اسميها اندرسكور دي بي ست. بص الحركه دي يعني روعه صراحه، يعني روعه. هو زعلان ليه؟ بابليك ريد اونلي دي بي ست، برايفت ريد اونلي دي بي ست، اندرسكور دي بي ست. مش عارف. هو لازم تقولوا إنها كلاس. لازم اقول له هنا خلاص صح؟ ممكن. عاش. عاش والله. جامد. ماشي. كنا نعمل ايه؟ اه انا كده عملت الدي بي ست عشان تبقوا عارفين انا الفرق في البروجكت اللي هو بتاع اللي انا كنت قلت لكم الاول ايه، ان انا كنت بخلق الدي بي ست هنا موجوده وهي هنا. ماشي. هي الفرق بقى دلوقتي ان احنا الدي بي ست دي احنا خلقناها اول لما خدناها. والله انت اول لما جبت لي الجينيريك ريب واديتك دي بي كونتكست قلت لك اعمل لي ست من التي انتيتي اللي انت بعته لي كده، انا بقى معايا الدي بي ست. حد عطلان هنا لحد اي حاجه؟ عارف الدي بي ست جت منين وكريتها ازاي في الابلكيشن؟ ما رحتش كريتها هناك. ليه؟ عشان ما اخلقش اوبجكتس كتيره اول لما البرنامج يرن وانا مش هستخدمها. افرض اليوزر عندي مش هيستخدم النوتيفيكيشن مثلا، فانا كريتها ليه؟ لا كريت لي الحاجه على قد ما انت عايز، اديك على قد ما انت عايز. انت عايز والله النوتيفيكيشن، ابدا ابعت لي الجينيريك ريبو. والله انا عايز النوتيفيكيشن. الجينيريك ريبو هو اللي يعمل لك الدي بي ست عن طريق الفانكشنز دي كده. تمسك الكونتكست دوت ست وتبعت له التي انتيتي كده. ماشي.
بس كده انا خلقت الدي بي ست بتاعتي اهي فاريبل. باجي هنا بقى اروح اعمل ايه؟ اويت. والله بكل بساطه الدي بي ست اللي انا خلقتها دي ايا كانت ايه هي بقى، اد اسync. شكرا كده انا خلصت. الديليت دي هننزلها تحت، بس خليها دلوقتي. دي بي ست دوت ريموف، اديها خلصت اهي. في ايه تاني؟ المفروض عندنا دي بي ست اللي جيت اول اسync. جيت اول اسync. نمسح ده كده. مش عارف صوت القطه طلع ولا لا، بس يعني ربنا يستر ميبقاش طالع يعني. طيب، الجيت اول اسync. الجيت اول اسync هنا فيها ممكن نعمل حاجه بقى حلوه. اول حاجه بس تعالى نعمل اويت. اويت فين؟ كده كده ديليت مش عايزين، لا اويت. هنعمل هنا اويت. اويت. بص بقى الدي بي ست دوت ايه بقى. انت ده راجع لك اي ريد اونلي ليست، ماشي. فانا مبدئيا كده انا هعمل حاجه اسمها از نو تراكنج. از نو تراكنج. طب حد يقول لي الاز نو تراكنج دي بتعمل ايه؟ قال لك هي بتمبروف البرفورمانس، بس ما بتعملش تراك. يعني ما بتجيش عندها في الرام مثلا تقول لك خلي بالك ان ده، ان اليوزر اللي جاي لك ده مثلا هيابديت على حاجه. هل انا كيوزر مثلا وانا بعمل جيت اول اسync دي انا ممكن اعمل ابديت لبرودكت موجود فيها؟ لا، دي فانكشن اسمها اصلا جيت اول. فاهم؟ يعني من الاخر كده ما تحجزليش مكان في الرام يا عم. ما تعجزليش مكان في الرام. انا مش عايز حاجه ما تعجزليش مكان في الرام. ما تعملهاش تراكنج من الاخر. ما تقعدش تتابع الاوبجكت ده كتير اللي جاي لك ده. هاته بس، انا كده كده جايبه عشان اعرضه. بس تعالى هنا للجيت باي اي دي اسync. اويت عشان نتكلم الداتابيز. دي بي ست. دي بي ست فايند اسync اللي احنا كنا عاملينه. بس ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الابديت. دي بي ست ابديت انتيتي. بس نزل لي بقى الريموف دي تحت او الديليت دي تحت عشان تبقى الدنيا منظمه كده. بس ده كده الامبلمنتيشن بتاع الجنريك ريكويرمنت. خلاص استخدمت الخمسه ميثود وبخلق جواهم الاوبجكت اللي انا هشتغل بيه. ما رحتش عملت ريبوزيتوري لوحده. طبعا لو كان الريبوزيتوري لوحدي كنت انت بقى ماشي ساعتها بقى روح ابدا هنا اخلق الدي بي ست. اول ما انت كده كده مش شغال بريبوزيتوري باتر دي بقى الجينيريك، وجواها بقى ابدا استخدم الدي بي ست. انما انا هنا لا، انا بقول لك والله الجينيريك ريبو يوم ما انت تيجي تنده لي الريبو بتاعك انده لي للتي انتيتي. طب انت رايح للداتابيز، هل هتروح للداتابيز كده ولا لازم دي بي ست؟ لازم دي بي ست. اخلقها لي هنا. هات لي الكونتكست هاخده منك، هتبعت لي الفارما دي بي كونتكست، والدي بي كونتكست هو اللي هيعمل ست للانتيتي. بقى عندي الدي بي ست اهي، سميته فاريبل اسمه دي بي ست ريد اونلي. طبعا لازم يكون من نوع كلاس، يعني كويس ان احنا قفلنا على الموضوع ده وخلطنا فيه. لازم تكون من نوع كلاس. ماشي. بس كلاس واي انتيتي. وبس بدات استخدمها دي بي ست دوت اد اللي هو يكون نوتيفيكيشن مثلا دوت اد وهكذا. ادي ده كده الامبلمنتيشن. حد عنده اي سؤال في الامبلمنتيشن ولا نخش على اليونت فور؟ نخش في اليونت فور. حسام، عشان ما تبقاش متلخبط من حاجه، في اي حاجه هنا؟ او عصام، مريم، نور، انا حد. تمام. كله تمام. عرفت ليه بنخلق هنا الدي بي ست وكده؟ انت اكيد انت جاوبت على السؤال ده اصلا عشان موضوع البرفورمانس.